إزاي تبقى بارد؟ فن التناحة الإيجابية. ملخص أسرار البرود الملكي. إزاي تفصل فيشة الناس عنك وتعيش رايق؟ بتحصل لك صح؟ عقل ما بيفصلش. بتفتكر خناقة من 3 سنين وتقول يا ريتني مسحت بكرامته الأرض. بتروح البيت تعبان كأنك بتكسر حجر مع إنك قاعد على مكتب. ماشي في الشارع حاسس إن عيون الناس كلها عليك. يا ترى شكلي عبيط؟ ليه؟ لأنك حمال قاسية، بتعمل حساب للي يسوى واللي ما يسواش، وعامل فيها بطل عاوز ترضي الكل. في المقابل الباشا الرايق، الدنيا بتولع بيشرب قهوته ولا في دماغه. الناس بتقول عليه واكل سد الحنك أو قلبه ميت. لا يا صاحبي، هو بس معاه الدرع الواقي. المدير يزعق، هو هادي ومبتسم. الناس تنتقده، بيمشي على مهله. مشكلتك الحقيقية ريموت مشاعرك مش في إيدك. كلمة بايخة تبوظ يومك كله، تأخير في الرد يخليك تشك في نفسك، بوست من غير لايكات تحس إنك فاشل. انت عامل زي ريشة في مهب الريح، أي حد ينفخ فيك يطيرك يمين وشمال. الحل الوحيد الفلسفة الرواقية، فن التناحة الإيجابية. الخطوة 1، نحطك جوه تلاجة نفسية. الخطوة 2، نفصل فيشة الناس عنك. النتيجة توفر حرق دمك للحاجات اللي تستاهل بجد. التناحة الإيجابية مش معناها قلة ذوق أو إنك تبلطج في الخط. إحنا ناس ذوق ومتربيين، بس مش هنحرق دمنا عشان واحد كسر علينا بالعربية. روشتة البرود، 3 قواعد للأعصاب من حديد. القاعدة الأولى قانون الكلمة السحرية، الفلتر. القاعدة الثانية دايرة السيطرة، الرادار. القاعدة الثالثة ال3 ثواني الصمتة، الفرامل. القاعدة الأولى قانون طز، الكلمة السحرية. موقف حد انتقدك نقد ملوش لازمة، رد الفعل في عقلك مش بلسانك عشان عيب. قول طز، وإيه يعني؟ كلنا بنغلط. القاعدة دي بتشيل جبل من على كتافك. رأي الناس مجرد صوت هوا طالع من بقهم، ولا بيزود رصيدك في البنك ولا بينقص من عمرك يوم. شغل الفلتر 24 ساعة. القاعدة التانية دايرة السيطرة، الرادار. ركز هنا في النص بتاعك، أفعالك، كلامك، مجهودك، رد فعلك. وارمي في البحر النص اللي مش بتاعك، رأي الناس، الجو، الزحمة وبس. الغباء هو إنك تحرق بنزين في النص اللي مش بتاعك. بتعصب من الزحمة ليه؟ هو أنت وزير النقل؟ بتزعل إن فلان ما قدركش؟ هو أنت ماسك قلبه؟ القاعدة الثالثة، ال3 ثواني الصمتة، حركة المعلمين. الاستفزاز، لما حد يغلط فيك اوعى ترد على طول. الفرامل، عد في سرك 3 2 1. والضربة القاضية، نظرة ثقة ترعب اللي قدامك. ال3 ثواني دول هما الفرق بين رد فعل طايش هتندم عليه وبين صمت أقوى من 1000 شتيمة بيوصل رسالة: انت ولا هزيت فيا شعرة. التطبيق صعب. شيطانك هيقولك إيه؟ وسوسة الشيطان، إزاي تسكت؟ أنت كده ضعيف، حقك ضاع، لازم ترد. الحقيقة المرة بيكدب عليك. أول ما تبدأ تطبق هتحس إنك بتغلي وعايز تنفجر. بس القوة الحقيقية مش في الزعيق والخناق. القوة هي إنك تبقى قادر تهدي الدنيا، بس تختار تبتسم وتمشي، لأن الناس دي أصغر من إنك تضيع وقتك معاهم. النتيجة البرود الملكي. هتبقى شخص تاني. الناس هتبدأ تعمل لك 1000 حساب، مش عشان بتخوفهم، لكن عشان بقيت لغز. محدش عارف يمسك عليك كلمة أو يعصبك. ماشي وسط العواصف، ناشف وثابت. النقلة الكبيرة من السوق للكومباوند. الماضي سوق الخضار، كنت مستباح لأي حد معدي في الشارع. دوشة، أعصاب محروقة، وكل كلمة بتخرم في دماغك. الآن الكومباوند الهادي، سلام نفسي عمرك ما دقته قبل كده، تحكم كامل في مشاعرك، باب مقفول عليك ومحدش مع المفتاح غيرك. الدروس المستفادة، الخلاصة: الريموت في إيدك، ما تسمحش لحد يتحكم في مشاعرك. فلتر أفكارك، مش كل حاجة تستاهل رد فعل. قانون طز، ركز في دايرتك، وفر طاقتك للحاجات اللي تقدر تغيرها بس. أنت مش وزير النقل. قوة الصمت، 3 ثواني قبل أي رد فعل تنقذك من ندم سنين.
البرود الملكي. هتفضل لحد إمتى ريموت مشاعرك في إيد أي عيل معدي في الشارع؟ الحياة أقصر من إننا نضيعها في حرقة الدم. خد قرارك دلوقتي، يا تعيش محروق دمك يا تعيش رايق، يا أبيض يا أسود. ما تنساش تتابع صفحة نورر ساينس AI عشان يوصلك كل جديد في عالم تطوير الذات والذكاء الاصطناعي بطريقة مبهرة. مع السلامة.